هو أنت طبيعي؟ يعني إيه كويس إن أبويا مات؟ السلام عليكم، إزيكم يا حلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا آية لايف كوتش ومعالج معرفي سلوكي، والنهارده هنعرف سوا أنت كئيب ليه؟ أنت كئيب لإن أنت ما بتعرفش تفكر بإيجابية في أي حاجة خالص، ودايمًا شايف منها السلبي وبس، وده مش كلام تنمية بشرية خالص، وأنا مقدّرة وعارفة إن هو غصبٍ عنك، لإن دي طريقة تفكيرك بقى لك مثلًا 20، 30، 50 سنة مثلًا. نيجي بقى للمهم، هو أنا ممكن أغيّر ده؟ وأنا جاية أقول لك إنه ينفع نغيّر ده عادي جدًا، ولكن هو محتاج شوية وقت ومجهود، وإن أنت فعلًا تكون عايز تتغيّر، ويعني ادفع عشان تعدّي. ولازم تبقى فاكر دايمًا إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. طب نغيّر إزاي بقى؟ هنغيّر من خلال 6 حاجات، وبصراحة مش عارفة أقول لك مين أهم من مين، ويعني أقدر أقول لك إن رقم 6 بالذات أنا مخلّياها للآخر لإنها هي اللي بتتحكم في الليلة كلّها. أول حاجة عندنا إني أنا أرضى وأمتن. لازم أبقى ممتنة لكل حاجة عندي في الدنيا مهما كانت صغيرة. يعني مثلًا عندي عربية بس دي موديل 2005 قديمة، مش مهم، المهم إن أنا معايا عربية. بس أنا شقتي صغيرة أوي، ده جميل جدًا، ده في 4 حيطان محاوطينّي. بس أنا عليّا أقساط، طب ما ده كويس جدًا، ده معناه إن أنا كنت محتاج حاجة واشتريتها وبقت عندي. فلازم نقول الحمد لله على كل كبيرة وصغيرة في حياتنا، ومع الوقت ومع السعي الحاجة الصغيرة هتكبر، بس أهم حاجة إن أنا أكون ممتن ليها وفرحان وباشكر ربنا إن هي موجودة في حياتي. تاني حاجة بقى وهي الابتسامة، ودي كده حاجة سحر جدًا، حاجة من غير أي مجهود. دي حاجة كمان دينك بيدّيك ثواب عليها، دينك قال لك إن هي صدقة، وكمان طول ما أنت مبتسم فأنت بتخدع عقلك وبتخلّيه يفكّر بطريقة إيجابية أكتر. تالت حاجة وهي التفاؤل، إن أنا أبقى متفائل طول الوقت، وما أفكّرش في أي حاجة وِحشة إن هي ممكن تحصل، وإني أتكلّم مع نَفْسي دايمًا بكلام إيجابي، وده هيخلّيني أسعد أكتر وباتقبّل آراء الناس وكمان باساعدهم. رابع حاجة إن أنا أحوّل الفشل لدرس. دايمًا الحاجة اللي أنا ما وصلتش فيها للنتيجة اللي أنا عايزاها، فكده أنا اكتسبت طريقة غلط ما استخدمهاش المرّة الجاية. فباعتبر عدم نجاحي ده درس أتعلم منه الطريقة الصح، فما تقعدش بقى تندب حظك إن أنت اتصرّفت غلط أو إن أنت سقطت في الامتحان أو إن أنتِ اتطلّقتِ من جوزِك أو إن أنتِ شخطتِ في ابنِك. دي كلّها دروس أنا باتعلم منها وبتخلّيني أتصرّف أحسن المرّة الجاية، وكمان كتر التجارب دي بتخلّيني أثق في نفسي أكتر. إديسون اخترع المصباح الكهربي بعد 1000 مرّة تجربة، ولمّا جه صحفي وسأله وقال له: "إيه شعورك وأنت بتفشل للمرّة ال1000؟" رَد عليه وقال له: "أنا ما فشلتش 1000 مرّة، ولكن اختراع المصباح الكهربي تكوّن من 1000 خطوة." فبُص هو شايف الموضوع إزاي، هو لو ما كانش شافه كده على فكرة ما كانش هيكمّل. خامس حاجة وهي إن أنت ما تركّزش على الماضي، اللي راح، راح خلاص وعدّى وانتهى، وإن أنت تقعد تفكّر فيه ده مش هيرجّعك للماضي تاني ويخلّيك تعمل اللي ما عملتوش أو ما تعملش اللي عملته. فريّح نَفْسك وعيش في هنا والآن وعيش اللحظة الحالية وما تندمش على اللي فات، لإن صدّقني والله العظيم ما هيجيب لك غير الهم. سادس بقى وآخر حاجة وهي إني أركّز على الجزء الإيجابي في كل الأمور اللي بتحصل قدّامي. هنا بقى كلنا بنقابل تحديات وعقبات، والفرق ما بين واحد بيفكر بطريقة إيجابية وواحد بيفكر بطريقة سلبية هو بيشوف الموضوع من أنهي زاوية. وأنا هاجيب لكم أكتر موضوع هتقولوا لي استحالة نفكر فيه بطريقة إيجابية وهو الموت. أظن ما فيش أصعب من كده موقف وهتقولوا لي هو أنتِ مجنونة، إزاي عايزاني أفكر إيجابي في الموقف ده؟ أنا بقى هاقول لك إحنا أصلًا نسينا إحنا جايين الدنيا ليه. إحنا جايين الدنيا امتحان، وهنا مش مكاننا الدايم. إحنا جايين في مهمة محددة وهي إننا نعبد ربنا ونعمّر الأرض. وجودنا بقى في حياة بعض أم وأب، زوج وزوجة، إخوات، أولاد، دي كلّها بِدَل. أنا نازل لابس بدلة الحاجة دي وبيتطلب منّي أمور أعملها اتجاه الناس دي لإنها من ضمن بنود الامتحان. فمعنى إن حد مات خلاص فده معناه إن دوره خلص، امتحانه خلص، هو سلِّم ورقته وطلع، لكن أنا لسه امتحاني شغال. فهل يُعقل بقى إن أنا أقعد أعيّط وأسيب دوري في الامتحان؟
وأوقّف حياتي كلّها عشان هو خلّص ومشي؟ يعني أنا أسقط في امتحاني عشانه؟ وبكده أنا فهّمتك الصورة كاملة. نيجي بقى للي هو طَب أنا إزاي ممكن أفكّر إيجابي في نقطة زي دي؟ اللي ممكن يكون إيجابي إن هو خلاص سبقني للجنة، أو مثلًا لو هو كان تعبان وفي حالة مرض شديدة، فالحمد لله هو كده ارتاح من الألم اللي هو كان فيه. وممكن كمان وجوده معايا ده كان مخلّيه طول الوقت بيعمل الحاجات اللي أنا المفروض أعملها، اللي هي أصلًا من ضمن دوري في الامتحان اللي أنا فيه. وده كده كان بيسقّطني في امتحاني في الدنيا. في ناس من كتر ما باباهم ومامتهم واقفين جنبهم أوي وبيعملوا لهم كل حاجة، ده خلّاهم يكسّلوا عن حاجات كتير وما ياخدوش أي خطوة إيجابية في حياتهم. ولكن أول ما بقوا لوحدهم، ده خلّاهم طبعًا إن هم أكيد مش هيموتوا من الجوع، ده خلّاهم يبتدوا يشتغلوا، يبتدوا يشوفوا حياتهم، يبتدوا يقوموا بدورهم في الحياة. فبموتهم دوّة ده خلّاه ينتبه أصلًا للامتحان اللي هو فيه. ومش لازم يعني إن أنا كمان أبُص بقى لحالة الحزن والدموع وكده إن هي بقى قهرة ومصيبة وهكذا، لإن أنا عادي جدًا ينفع أبُص لها إن إيه ده، ده أنا عندي مشاعر وباحس وباعرف أصون العِشرة، ده أنا شخص كويس. عشان كده أنا مش جاية أقول لك ما تحزنش، لإن أصلًا حزنك وعياطك ودموعك ده ابتلاء، وده من ضمن الاختبار اللي أنت موجود فيه في الدنيا. ولكن اللي أنا جاية أقوله لك إن أنت ما ينفعش حياتك تُقف وتخسر امتحانك بسبب حد خلّص امتحانه ومشي. وكده، كده كُلّنا هنرجع وهنتقابل مرّة كمان. والحمد لله من كرم ربنا علينا إن لمّا حد بيموت إحنا علاقتنا ما بتتقطعش بيه، وإن أنا ممكن أقدّم له حاجات كتيرة جدًا، أقرا له قرآن، أطلّع له صدقة، أعمل له عُمرة، أنشر علم هو عمله في حياته، أنشر نصيحة كان قالها، أنشر تصرُّف كويس كان بيتصرّفه بين الناس والناس تبتدي تاخد بيه، فابقى باعمل له أعمال صالحة جارية. ففي الآخر الحمد لله. شُفت بقى أنا خلّيتك تبُص بنظرة إيجابية إزاي؟ صباح الفل. نيجي بقى لموقف تاني مثلًا من المواقف الحياتية اللي ممكن تحصل. يعني مثلًا واحد كان ماشي في الطريق هو ومراته وعياله وراكبين العربية، والعربية بطّلت منّه بنزين. هو ممكن هنا يبُص بحالتين، يا إمّا يقول تمام أنا عرفت كده إن أول ما بتيجي عند الشرطة دي إن أنا لازم أفوّل، ويبتدي بقى يشوف يكلّم حد إن هو ييجي ينقذه من الموقف اللي هو فيه ويجيب له بنزين. وأثناء الوقت ده هو ممكن على فكرة عادي جدًا يقعد يتكلم مع مراته وعياله ويهزروا ويضحكوا ويقضّوا وقت لطيف. وممكن برضه يقعد يتعصب ويتزربن ويقعد يشخط في مراته ويقعد يقول لها أنتِ السبب، أنتِ نسيتيني، أصل هو مشوار فقر، أصل مش عارفة إيه، أصل. فدايمًا هو على حسب هو بَص للموقف ده من أنهي وجهة نظر. وعشان ما تقولوليش إيه ده هو في حد في الموقف ده هيقعد يهزر وبيضحك، على فكرة ما فيش الكلام اللي أنتِ بتقوليه ده خالص. طب أنا عايزة أحكي لكم كده حاجة ماشي، هاحكي لكم حكاية كده، الحكاية دي وباضحك وهتعرفوا أنا ليه باضحك بعدين. هاقول لكم على حاجة. أنا بعد جوازي ب10 أيام بالضبط، عملنا حادثة كبيرة، كنا نازلين من بيتنا وأول مرّة ننزل وكنا رايحين ندفع قسط العربية. وبالمناسبة العربية اللي كنا جايبينها قبل الجواز بحوالي شهر ونُص، يعني كانت زي ما بنقول فابريكا. عملنا حادثة كبيرة جدًا، كانت نزلة كوبري والطريق واقف والعربيات كلّها واقفة، وجِه سواق ميكروباص ربنا يسامحه قام جاي بكل سرعته، قام خابط كذا عربية. وهُم كانوا 8 عربيات، منهم عربيتين في أسوأ الحالات، وللأسف كانت عربيتنا من ضمن العربيتين دول. واللي عايزة أقوله لكم إن شغل جوزي في الوقت ده كان متوقف أصلًا على وجود عربية، وإحنا أصلًا كنا نازلين علشان خاطر نسِدّ القسط بتاع العربية، وعلشان جوزي بقى خلاص يبتدي ينزل الشغل بتاعه. طبعًا بقى مش قادرة أقول لكم على كمية البهدلة اللي إحنا اتبهدلناها ساعتها، لإن إحنا في اليوم دوّة طلعنا على القسم عشان خاطر نعرف نعمل محضر، علشان التأمين بتاعها يعرف إن هي كانت حادثة كبيرة مش صغيرة، وإن كان في حد متسبب فيها. وبعد ما قضينا عدد ساعات كبير جدًا في القسم، روّحنا وتاني يوم بقى جوزي كان هيروح بقى يشوف هو هيبتدي يعمل إيه. ولكن أنا ساعتها قُلت له: "لأ مش هاسيبك لوحدك وهاجي معاك."
ونزلت معاه وقعدنا بقى نشوف التوكيل اللي هنصلّح فيه العربية، ولقينا طبعًا إن هي هتتصلّح يعني مبلغ ضخم جدًا، وساعتها اضطرينا إن إحنا لأ، نشوف أي مركز صيانة تاني يكون أقل، بالذات إن إحنا لازم ندفع تكلفة التصليح كلّها كاملة، وبعد كده التأمين يبقى يدفع لنا اللي إحنا دفعناه. وطبعًا إحنا كنا هندفع جزء كبير برضه من التصليح، لإن العربية ما كانتش متأمنة تأمين كامل. إحنا بقى في موقف زي دوّة يعني خلاص بقى عرسان ولسه يعني 10 أيام جواز، ولسه ما قالوش يعني بسم الله نبتدي حياتنا، ويحصل لهم أزمة كبيرة زي دي في أول حياتهم. طبعًا ناس كتيرة ممكن تبُص للموضوع ده يا نهار أسود! وشوف العين والحسد، وشوف العين وصّلتهم لفين، وشوف اللي حصل لهم، ودول هيبتدوا حياتهم إزاي، ودول هيعملوا إيه. ممكن تفكّروا فيها بأفكار كبيرة جدًا، ولكن أنا كل ما بنقعد وبنفتكر الأيام دي، إحنا بنفتكر لقطات معيّنة هي اللي حصلت في أثناء الحادثة ديّة، بنفتكر قد إيه إحنا تماسكنا، قد إيه مسكنا في إيدين بعض، قد إيه كمّلنا وعرفنا نطلع منها على خير، بنفتكر لمّا كنا خلاص بنلِف على مراكز الصيانة وابتدينا إن إحنا نجوع، وطبعًا بقى معناش فلوس بقى إن إحنا نجيب أكل بقى والّا نقعد في مطعم والكلام ده، فرُحنا ساعتها جِبنا لانشون وعيش فينو وقعدنا ناكل، وعدّى كلب من جنبنا فبندّي له ما رضاش ياكل، فساعتها جوزي قال لي: "الكلب مش عايز ياكل أخوه." فكان الموقف مضحك وهزرنا وضحكنا برغم إن إحنا كنا في حالة صعبة جدًا، إحنا من كتر ما كنا متبهدلين، الراجل اللي هو بيشتغل في المكان بتاع الصيانة راح جاب لنا عصير ومَيّة وكده من كتر ما إحنا صعبنا عليه ومنظرنا كان يصعب على الكافر ساعتها. ولكن يعني الحمد لله واللي مضحّكني أو اللي مخلّيني مبسوطة لأ عدِّت وربنا وقف جنبنا. طَب عملنا إيه، إيه اللي حصل؟ لأ ربنا سخّر لي ساعتها والدتي والحمد لله عرفت تتصرّف في الفلوس اللي إحنا المفروض ندفعها لتصليح العربية وبعد كده نبقى ناخدها من شركة التأمين، وكمان يعني ربنا كرمها وسدِّت لنا الأقساط بتاعة الشهرين اللي جوزي كان قاعد فيهم، كانت هي اللي بتسِد أقساط العربية، وهي اللي كانت بتساعدنا في إن إحنا نصرف في البيت ونجيب مصاريف يومنا أكلنا وشربنا وكده. فساعتها بتشوف قد إيه ربنا يعني جميل، سخّر لك ناس إن هي تساعدك، ما سابكش في المحنة لوحدك. طبعًا كل ما بنفتكر الموقف ده جوزي شايل المواقف دي لأهلي، أنا برضه شايلة المواقف دي لجوزي، قد إيه هو يعني كنا إيد واحدة. وبرضه عايزة أقول لكم على حاجة، مش معنى ذلك إن إحنا ما اتخانقناش، ده هو قعد بعديها شهرين في البيت. فاهمين يعني إيه حد قاعد شهرين في البيت يعني ولسه بقى بنطبّق على بعض ولسه مش واخدين مع بعض، يعني يا صباح ومساء الخناقات اللي ليل نهار. ولكن على قد كده أنا فاكرة كمان أنا لمّا جيت أبلّغ أخويا عشان ييجي لي، يعني أول كلمة قُلتها له، قال له: "بُص يعني إحنا بخير، إحنا بخير والحمد لله كويسين، بس إحنا عملنا حادثة كبيرة جدًا والعربية اتدمّرت." طبعًا هو كان عايز يقول لي: "غوروا أنتم في داهية المهم العربية." والحمد لله إن هي اتلمِّت وأقول لكم بقى كمان على فكرة بالمناسبة، أنا من الخبطة اللي حصلت في الحادثة جات لي إصابة ساعتها في ضهري وما حسّيتش بيها غير تاني يوم بالليل بعد ما لفّينا ورُحنا وجينا، جاية بقى اللي هو باقعد بارتاح، ابتدى بقى الإصابة تبان. وهاقول لكم يعني كرم وعظمة ربنا، اكتشفت بعديها بفترة إن أنا كنت ساعتها حامل وكنت في أول أيام حملي، وإن ربنا كرم ومع الخبطة الجامدة اللي أنا اتخبطتها ما أجهضتش، فلو شُفنا رحمة ربنا في الموضوع يعني هنبُص له من زاوية تانية خالص، يعني أنا أظن دلوقتي أنا نسيتكم أصلًا اللي حصل، ومن كتر ما أنا باتكلم على الموضوع بتفاؤل أنتم ما حسيتوش بقدر الكارثة كانت عاملة إزاي، بس هي بجد في وقتها كانت كارثة. 2 لسه متجوزين بقى لهم 10 أيام، لسه بيبتدوا حياتهم، لسه الراجل هينزل بقى يشتغل بعد ما اتجوز عشان خاطر يبتدي يصرف على البيت. فكرة أصلًا إن أنت بقيت مسؤول عن زوجة وبيت ومسؤولية كبيرة ويحصل أزمة زي كده، والأزمة دي في صميم شغلك، يعني مش بس حاجة أنت كنت جايبها وباظت، لأ ده الحاجة دي هي اللي مسؤولة عن حياتك وهي اللي مصدر أكل عيشك. فكانت مشكلة كبيرة جدًا ساعتها، ولكن عدّيناها وزي ما باقول لكم لمّا بنفتكر دلوقتي الموضوع بنفتكر اللحظات اللي حصلت اللي كانت يعني إيه،
بتهوّن علينا ساعتها. فآخر حاجة عايزة أقولها لك إن أنت تبُص لحياتك بمنظور إيجابي، ونيجي بقى نقول طَب إحنا لو ما خدناش ال6 حاجات دول في حياتنا وما عملناش بيهم، إيه اللي هيحصل لنا؟ ورقة وقلم وعِد ورايا. دنيتك بتُقف، حياتك ما بتمشيش، بتشِد الكوارث لحياتك. سيدنا علي بن أبي طالب قال: "كل متوقّع آت." وما تنساش إن تفكيرك السلبي دوّة سوء ظن بالله، وربنا قال لنا في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي." فعلشان كده اعتبر الفيديو ده رسالة ليك من ربنا، لإن ما فيش حاجة بتحصل صُدفة، وحاول دايمًا إن أنت تخلّي ده منظورك في الحياة، إن هو يكون منظور إيجابي، وباتمنى لكم حياة أطيب مما تتمنوا. سلام.